يذكر بأن والده دخل المستشفى لمدة أسبوع وسوي له عملية جراحية وفحوصات ولم يصلي حتى خرج من المسجد فصلى الصلوات مرتبة من المستشفى. نعم. فصلى بعد ذلك عندما خرج الصلوات مرتبة. هذا خطأ منه، الله يغفر له. الواجب أنه صلى كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنب. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فلا تترك الصلاة، وإنما يصلي المسلم على حسب استطاعته. نعم.